أحمد حسام ميدو وصدمة كبيرة لجمهور الزمالك في ملف الصفقات الجديدة. أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أكد خلال تصريحاته الأخيرة، وهو الإعلامي المقرب من إدارة نادي الزمالك حاليا، أنه يشك في أن ينهي الزمالك أزمة وقف القيد الخاصة به. وأكد ميدو عبر تصريحاته الأخيرة أنه مستحيل أن يحل نادي الزمالك هذه الأزمة خلال الوقت الحالي، وأن الأمر سيكون مفاجئ للجميع لو استطاع الزمالك دفع الغرامة وحل أزمة إيقاف القيد، مؤكدا أن الوضع سيء داخل الزمالك، ومن الصعب أن يدفع الزمالك غرامة لشبونة البرتغالي وغرامة اللاعب إتشيمبونج في هذا التوقيت. الزمالك كان منتظر موارد مالية خلال هذه الفترة، إلا أن هذا لم يحدث، وأن هذا الأمر سيجعل حل أزمة القيد مستحيل حلها الآن. ميدو أتم تصريحاته موجها تصريحاته لجمهور الزمالك قائلا: علشان أكون صريح مع الجمهور، الموقف صعب، والزمالك كل اللي معاه حوالي 35 مليون جنيه. هيتم دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة ومستحقات أسوريو وتجديد عقد فتوح وصبحي.